تي حبيبي نوي عزانة زول فلوانت حبيبتي عزيزتي السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تلقاكم لا فيديو ديالي وانتم بخير وعلى خير. كيف درتو مع شي برد ومع شي سميقلي؟ ايوا ما يصلح لهاد البرد غير هاد الطويجين المدغمر المدربل ديال الشوا كيسخن ولذيذ بزاف. ما نعاودش لكم ما شهيتكم اللي كتوحم تسمح لينا. نبداو لا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقادير ديال هاد الطاجين المدربل غيكونوا كالتالي. نبداو على بركه الله. هاد الطاجين المدربل غادي نحتاجو فيه بيان سور اللحم. دائما يعني طاجين المدربل يستحسن يدار باللحم، لان اللحم والحمص كيسخن في الشتوى كيجيو بحال شكل الكرعين. غير للاشاره فقط، هاد الطاجين كنت درتو شحال هادي قبل صراحه ما تغلى اللحم، دابا اللحم راه ولات كتشوي ومونطيت هذا الفيديو صراحه، ولكن ما كانش عندي الوقت الكافي باش انني نلونسيه في لاشين. فاليوم عاد كتاب فاش بان لي البرد كتير يعني فكرني في هذا الطاجين صافي وجبدته لحتو لكم في القناه. كنحتاجو الكوكوط. يعني حنايا باش نسرعوا عمليه هذا الطاجين المدربل غادي نعطيكم ابسط طريقه ممكن ديروها واسهل طريقه بالنسبه للموظفات، بالنسبه للنساء العاملات، بالنسبه حتى للنساء اللي كينعسوا حتى لواحد الوقت متاخر وتيبغيو يديروا هذا الطاجين ما كيلقاوش ليه الوقت. دونك انا سهلتها عليكم، جبت لكم اسهل طريقه. غادي نصبوه اولا في الكوكوط حتى يطيب لينا اللحم، يعني يخصو غير واحد شويه ديال الطياب، ونكملوا المونتاج ديالو في الطاجين. ايوا غادي تقولوا لي هذا طاجين ديال معكازات. ايوا ياه اختي ديال معكازات، هذا الوقت راه بغات يعني السرعه. هذا راه وقت السرعه، خصنا نديروا كل شيء سريع وكل شيء في الوقت. الله يحضر السلامه، ما بقاتش البركه لا في الوقت لا في حتى حاجه. دونك هادشي علاش انا فضلت نديرو في الكوكوط. كما شفتوا اللحم راه كيما خرجتها من الكوكوط مجمده، يعني ديريكتومون للكوكوط، ماشي كنخليها حتى كتطلق ولا كنخرجها بالليل او لا. كنخرجها ديريكتومون من الفريغو، كنلوحها في الكوكوط. درت الزيت، درت شويه، شلطت واحد شويه كيكه ديال البصله. وهنايا درت العطريه درت جميع العطريه، درت القرفاص، كنجبير، الملحه، الكمون، الابزار، شويه التحميره، شويه الخرقوم بلدي. وبالنسبه يعني لهذا الطاجين عاد تقول ما عاديش يجي زوين حيت ما تقلاش. لا حبيبتي عادي يجي زوين ولدي، لان التشحيره ديالو عادي تجي في الطاجين ماشي في الكوكوط. صافي هنايا يعني ضربت عصفورين بحجر واحد، درت الحمص في داك الكسكاس ديال الكوكوط صافي، وسديت على الكوكوط طيب على خاطرها يعني بنار عاديه. هنايا المرحله الثانيه اشنو هي المرحله اللي غنديرو في الكوكوط. اختي جبدي هاد الهشواري اللي عندك، الا ما عندكش نوضي اختي شريها راه رخيصه، يعني 100 120 150 درهم حتى ل 200 درهم. جمعيها حبيبتي وحطيها تعاونك، وها رمضان جاي ان شاء الله. فهنايا درت مطيشه هي الاولى، طحنتها بكلها لان كما عرفتوا مطيشه غلات. طحنتها بقشورها بماها بكل شيء. اصلا الفوائد تيكونوا في القشور وفي الماء ديالها اللي حنا نورمالمون كنلوحوهم، وهذا خطا كبير. هنا غادي نرجع لديك البصيله اللي شلطت منها داك شويه، نديرها حتى هي باش تشلض ليا. سبقت مطيشه لان مطيشه بغيتها تكون مطحونه مزيان، والبصله بغيتها غير تكون مشلضه. صافي انا غادي نطحن هذا الشيء في هذا الهشوار وننتقلوا للمرحله الثانيه. الصراحه هاد الهشوار كما قلت لكم راه كتحيد عليكم النص ديال الشقه. العيالات البنات اللي عندها شي جوج دريال جمعاه ولا ما ما تتعرفش تجمع، تحاول تجمع وتشري حويجات اللي يعاونوها في الكوزينه على الشقه. حاولي تشري حويجات، انا كنقولها ونعاودها، باقي ان شاء الله ندير لكم واحد الحلقه على كيفاش نجهز كوزينتي، يعني بواحد الطريقه اللي هي يعني سلسه، ماشي نبقى نزير راسي في المصروف ونزير راسي في كل شيء باش انني ندير واحد الحاجه. لا، هنا رجعنا للدنجال ديالنا. الدنجال كنحيد ليه هذوك الريوس كنغسلو، يعني هنا الخضره راه كلها مغسوله بيان سور بلا ما نقولها لكم، راكم حادقات ومشطرات. هنايا كنحيد هاد الجهه القشور ديال الدنجال، وكنحيد من الجهه المعاكسه باش هنا ملي نبغي نقلي هاد الدنجال يدخلوا ليا الطياب من الجهتين. كنحاول نديرو رقيق، انا درتو على شكل طولي علاش لان الدنجالات عندي صغار. نتوما الا عندكم الدنجال كبير ديروا دي غونديل دوائر، قطعوه دوائر كي تنبغيوه للقلي. انا هنايا فضلت انه نديرو على شكل طولي، غادي نستمر هكايا حتى نسالي وهاني معاكم. هنا رجعت كلشي لداك البانيو. كميه الدنجال كتشوفوا نتوما على حسب يعني عدد الافراد ولا شحال عادي يكفيكم. هنا درت قطيره الزيت ودرت شويه الخل باش ما يكحالش، وغادي نزيد شويه الملحه. غادي نخلط كلشي في هذا البانيو، ومن بعد
انا صراحه غادي نقليه في الفريتوز اللي بلا زيت، يعني الفاير هاي. وانتوما الا ما عندكمش قليوه غير في المقله عادي كي تنقليو الدنجال عادي. انا غير باش ما نكثرش عليا الزيت درت هذه الطريقه هذه. صافي هنايا كنريقليها. انا صراحه كندور البطونه كلها على نص ساعه لان في الماكسيموم فيها نص ساعه، وكندير درجه الحراره 200 درجه. علاش درت هذيك الطريقه الزيت البنات؟ لان الصراحه نجيكم من الصراحه، هاد الفريتوز واخا هي ماشي ديال الزيت، وانما فاش كتقلي فيها شي حاجه وما كتكونيش دهنها بالزيت ما كتجيش الصراحه بنينه، باش نجيكم صراحه، وكتجي ناشفه بزاف، سيرتو الفريت ولا حتى الدنجال. اي حاجه بغيتي تشويها ضروري دهنيها بشويه الزيت، غير هي ما كتستهلكش الزيت بزاف بحال المقله. صافي هذا هو لافونتاج اللي فيها. هنايا صافي طفيت الكوكوط ديالي، غادي نحيد هذاك الحمص. ها انتم شوفوا اللحيمه ديالي كي مدغمره وجات طايبه وزويونه، يعني خاصها واحد شوي كيك ديال الطياب هو اللي غادي تكمل في الطاجين. غادي نديرو يعني هذا الطاجين راه فيه الحديده لتحت، ودرت نار عاديه يعني ما ناقصاش بزاف وماشي مجهده بزاف. بالنسبه للبنات اللي موظفات وعاملات راه ممكن طيبوا هذا الطاجين بالليل، الا مثلا احتاجيتوه للغدا طيبوه بالليل بهذه الطريقه، يعني ما كياخذش منكم بزاف الوقت. وكديروه في الثلاجه حتى كيطيب وتيبرد، كتدخلوه للثلاجه الغد ليه، كتحيدوا ليه الغطايه بيان سور وكديروا ليه السلوفان، كتدخلوه للثلاجه الغد ليه. ملي كتوصلوا وقيت الغدا كترجعوا من الخدمه صافي يعني كديروه على نار مهيله حتى كيدخلوا داك السخونيه مزيان يسخن في الطاجين. صافي وكتاكلوه بالصحه والراحه. انايا ديك الكميه ديال المطيشه والبصله جاتني كثيره الصراحه يا في هذا الطاجين، حيت هذا موين ما صغير ما كبير. زدت عليه الحريف، هذه وقيت الحريف استغلوها البنات كيجي بنين في الماكله وصحي بزاف. ما نعاودش لكم شحال فيه ديال الحديد ديال المغنيسيوم ديال يعني جميع المعادن. ورخيص يعني مقارنه مع البصله. البصله تبارك الله راه واصله 8 دراهم. حنا الربيطه هنايا درهم ونص يعني، وتدي لك نصبوا به كلشي، العدس اللوبيا سكسو اي حاجه هكايا طويجين، يعني راه كيجي زوين. ها نتوما داك الطاجين ملي بدات كتشحر ديك مطيشه وديك البصيله، هذه هي الدغميره ديالو. مني تبان لي ديك المطيشه وهذا طابت، صافي غادي ندير الدنجال. ها هو الدنجال ديالي من بعد ما تقلى. شتو رانا كنت مره كنقلبو، يعني ماشي كديرو على نفس الواجهه وتخليوه، لا راه ما كتقليش هي من التحت، هي كتقلي غير من الفوق. ديك الفريتوز بالصانويل راه كتقلي غير من الفوق. صافي كنحط هنايا كنستف الدنجال ديالي عادي. ها نتوما كي كتشوفوا هذا الدنجال والله الا كيشهي غير هكايا. المهم كتستفوه كما قلت لكم الطريقه اللي بغيتو. المهم هو انكم ديروا الدنجال مقلي، ومن بعد كديروا هذاك الحمص من الفوق وكتخليوه حتى كيتشحر. يعني انا راه باقي الماء باقي الروا شي شويه في الطاجين، والطاجين ما كيجيش الصراحه زوين الا فيه الروا كتير، يعني خاصو يجي معلك ويجي شارب داك المويها ديالو، واقف كي كنقولوا حنايا، واقف وناشف. صافي انا استفت هذا الدنجال وغادي ندير الحمص في الوسط. نحاول غير نقاد باش ما طيحش ليا شي دنجاله هكا ولا هكا الا بغيت ندير الغطايه. وصافي درت الحمص. بالنسبه للبنات الدنجال راني رشيته بالملحه فاش بغيت نديرو في الفريتوز، يعني فيه الملحه. والحمص كذلك من طاب راني درتو في هاد الزلافه ورشيت عليه الكمون وشويه الملحه وحركته مزيان. دبت فيه ديك الملحه بما هكايا تقلى ليا الدنجال وقضيت كلشي. بغيتو ديروا الملحه في المرحله الاولى في الكوكوط ديروها يكون احسن. المهم اللي عجبكم، انا عطيتكم الطريقه ديالي، راه كل واحد كيعرف يدير يعني الطاجين بشتى الطرق في دويرته. انا غير وريتكم هذه الطريقه لان كتجي سهله. بالنسبه لهذا الطاجين كياخذ شويه الوقت، هذا الطاجين المدربل كياخذ شويه الوقت، فانا سهلته عليكم شي شويه بهذا الكوكوط. يعني الكوكوط كتعاوننا في الطياب ديالو. المهم ها هو هنايا من بعد ما بدا يعني داك الروا صافي تيشرب. هنايا غادي نزيد ليه واحد شويه ديال الزويته بلديه باش يجي بنين. ايوا صافي البنات، يعني ها نتوما كتشوفوا في لا فوتو كي جا غزال وسخون كيسخن في هذه الوقيته ديال الشتوى. هذه راه زويته بلديه معصره على حقها وطريقها من البلاد الدويرتي عندي بنينه. ما نعاودش لكم، وجا الطاجين بنين يا سلام. ايوا نتمنى هذا الطاجين المدربل ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه في ديوركم. تنميرة النون، الى اللقاء.